السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة زي ما انتوا شايفين الخيار المخلل هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، كل المكونات بتاعته موجودة عندنا في البيت. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هنبتدي بالخيار بتاعنا اللي جبته وغسلته كويس جدا، وحاولت على قد ما اقدر اختار ان الاحجام بتاعته تبقى قريبة من بعضها. بعد كده جبت الحلة بتاعتي زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهنزل فيها بالمية بتاعتي. وعايزة اقول لكم بقى المقادير: لكل كوباية من المية، كل كوباية من المية معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخل. طبعا نقدر نستخدم الملح الخشن، لكن لو كنتوا زي حالتي كده ما عندكوش غير الملح الناعم في البيت مفيش فيها اي مشكلة. هننزل بالملح الناعم بتاعنا. كمان عايزة اقول لكم تقدروا تزودوا كميات الخل، يعني بدل معلقة تقدروا تزودوا معلقتين، بيدي طعم حلو للخيار بتاعنا. وهنبتدي نقلب زي ما انتوا شايفين، ولا اسهل من كده. طبعا قبل ما نرفعه للنار، على النار بقى هنسيب المية بتاعتنا دي لحد ما توصل لمرحلة الغليان زي ما هتشوفوا معايا. لكن بما اني هستخدم برطمان بلاستيك هسيب المية لحد ما تهدى. لكن لو كنا هنستخدم برطمان ازاز مفيش مشكلة ان المية بتاعتنا لو كانت تكون سخنة شوية. ده البرطمان بتاعي. هنزل بقى بالمكون ده واللي هو الثوم. هنزل بحوالي 3 أو 4 فصوص من الثوم، مفيش فيها أي مشكلة خالص، بيدي الخيار طعم حلو جدا. دلوقتي بقى هنزل بالمية بتاعتي، زي ما انتم شايفين المية بتاعتي بقت فترة خالص. غطيت الخيار بتاعي. واخر تركاية هي معلقة السكر، دي معلقة صغيرة من السكر علشان تدي للخيار بتاعنا القرمشة الحلوة بتاعته. وهنقفل البرطمان بتاعنا ونسيبه في المطبخ حوالي ساعتين قبل ما ندخله للتلاجة. نقدر ناكل منه تاني يوم على طول، هتلاقوه جاهز. بجد طعمه حلو جدا، اتمنى تجربوه. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة.